مساء الخير عليكم. عاملين ايه؟ طبعا انا مش عايزة اقول لكم اننا بدعمكم المستمر للقناة هو اللي بيخليني اقدر ابحث واجتهد علشان كل حلقة تبقى مميزة وتنول اعجابكم. موضوعنا النهاردة كبير حبتين، سلسلة مميزة وخفايا عظيمة هنعرفها مع بعض في عالم الفن والسياسة، وقد ايه في حاجات بتحصل في المطبخ السياسي وما بنعرفش عنها أي حاجة. بس أنا النهاردة هكشفها لكم في برنامجكم مع جنى. بس قبل ما أبدأ الحلقة الأولى من أول سلسلة لازم أستأذنكم تضغطوا لايك، تشتركوا في القناة للي لسه ما اشتركش علشان يعرف يكمل معانا السلسلة. ويلا بينا نبدأ حلقتنا، يلا بينا. حكايتنا النهاردة عن فنانة من أصول يهودية اسمها ليليان فيكتور ليفي كوهين. إيه ما تعرفوهاش؟ طب لو قلتلكم إن اسمها كاميليا أكيد دلوقتي كلكم عرفتوها. ليليان أو كاميليا كانت بتمتاز بجمال فوق الجمال خلاها توصل لحد الملك فاروق بجلالة قدره. لا وكمان كانت بتربطهم ببعض علاقة عاطفية كبيرة. وعلى الرغم من علاقتها بالملك فاروق إلا إن المخرج أحمد سالم اكتشفها وهي لسه يدوب 17 سنة وعمل معاها عقد وقال لها إنها هتكون مشهورة وحاجة كبيرة جدا في الوسط الفني في الوقت ده. كاميليا اتولدت في الإسكندرية في حي الأزاريطة الشعبي سنة 1919، وكانت والدتها من أوائل السنجل ماذر في العالم، وده لأنها حملت فيها بطريقة غير شرعية. والدتها اسمها أوليجا لويس أبنور، لكن لوقتنا هذا محدش يعرف مين والدها. كاميليا عملت أول دور سينمائي ليها مع الفنان يوسف وهبي في فيلم القناع الأحمر، وكان المخرج أحمد سالم، فاكرينه طبعا اللي قلتلكم عليه أول الحلقة إنه هو اللي اكتشفها. أهو هو ده بقى اللي اختار لها اسم كاميليا. وطبعا كان بيتقدم لها عروض زواج كبيرة جدا لدرجة إن تقدم لها الفنان أنور وجدي ورفضته. حتى المخرج أحمد سالم اللي كان ليه الفضل في اكتشافها هو كمان رفضته. وده طبعا كان نتيجة علاقتها بالملك فاروق. وفي كتاب عصر الفن الذهبي للكاتب مصطفى نصر ذكر إن كان عندها مشكلة في صدرها، ولما زودت في الخمور في عز نجوميتها رجع لها المرض تاني. وأكبر الأطباء في سويسرا نصحوها إنها تبعد عن الخمور وعن السجاير لأنها هتموت لو ما بطلتش. فقررت إنها تسافر سويسرا في الطيارة رقم 903 أو الرحلة 903، ودي كانت آخر رحلة في حياة كاميليا. الطيارة دي كان مسافر فيها الأديب أنيس منصور، ولكنه اعتذر عن الرحلة في آخر لحظة لمرض والدته المفاجئ. تتخيلوا بقى مين اللي ياخد مكانه في الطيارة؟ أيوة صح كلام، هي كاميليا، عشان تقابل مصيرها المحتوم في حادثة الطائرة 903 أو طائرة ستار أوف ماريلاند، واللي كانت في يوم 31 أغسطس سنة 1950. ولقوا جثتها نص متفحمة في رمال الصحراء. وماتت كاميليا وفرقت الحياة وهي لسه في عز شبابها وفي عز تألقها الفني. ماتت وهي عندها 30 سنة، إلا إن بعض المصادر أكدت إن كاميليا كانت هي المستهدف الأول في الطيارة رقم 903، وده لأنها كانت عميلة في المخابرات الإسرائيلية. ومن هنا نقدر نربط علاقتها الوثيقة بالملك فاروق، ونربط كمان إن ده حصل بعد ما وقعت في حب رشدي أباظة اللي كانت مخططة لإنها تتجوزه بعد ما ترجع من سفرها. وبكده كانت كاميليا بتحاول إنها تترك العمل مع المخابرات الأم، واللي بالتالي كان لازم تقضي عليها وتتخلص من تهديدها. عموما كده أو كده أنا محتاجة أسمع رأيكم في التعليقات. يا ترى اللي قتل كاميليا هي المخابرات المصرية بعد اكتشاف إنها عميلة للموساد الإسرائيلي، ولا إن المخابرات الإسرائيلية خافت إنها تفضحهم فحاولوا إن هم يتخلصوا منها؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. وبكده أكون خلصت الحلقة، لكن لسه السلسلة ما خلصتش ولسه مكملة معانا. أشوفكم الحلقة الجاية وسلام عليكم. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leaving.